زي ما كهربا كان عليه نفقه لاحدى زوجاته وانا اللي دفعتها. صحيح. ده الزمالك. طيب مصر كلها شافت من زغري. الله العظيم هو ده المخيف والله، مش عارف هو بيجيب زغري دي منين؟ يعني هي كلمه مركبه بين حاجتين. تمام؟ المهم 12 مليون بعته بكام؟ 90 مليون. كسبت ولا خسرت؟ كسبت طبعا. لعب عندي 3 4 مواسم. تمام؟ طيب تاخد مني انا؟ ولا تاخد من مين؟ دنمارك. يا باشا الاهلي ما خدش مني ولا لاعب. يبقى واحد انبي، الثاني البرتغال، الثالث مين؟ الدنمارك. الدنمارك. دول 3 اللي ايامي؟ طب تمام. انا بقى بطلع مسرح على طول. ما عنديش هزار. فتوح يا ابني ديك قد الفلوس اللي جايه لك من الفتح السعودي 10 مرات. اللي هي يا بابا انا عايز اروح. يا فتوح قدام مصر كلها. طارق حامد انا كان فوق في الفيلا بتاعت الامير قلت له احمد بعدين نزلوا لي هنا واديت تعليمات الامير اللي هو عايزه اديهوله. فكانت كل طلباته 24 مليون. خلاص؟ جه هنا قال لي اعمل صلاه استخاره. صلاه استخاره في ايه يا ابني؟ خلاص اديت له ميعاد ما جاش شكرا. ابو جبل ما جاش شكرا. انا كده نظامي. وانتوا كلكم شفتوا مين؟ الولد اسمه ايه ده اللي انتوا قلت عليه ده بنسى اسمه. امام عاشور. والله العظيم انا بقول كده تريقه عليه. بلاش يا امام تعمل شعرك لون شعر مراتك. بلاش يا امام تعمل لون شعرك لون شعر مراتك. انت يا ابني من السنبلاوين، مركز السنبلاوين ده كله رجاله. ما عدا طبعا 2 هم عارفين نفسيهم او 3. عيب انك تعمل البتاع والروج والقرف ده. انت ابن راجل. انت مش موديل. وانا بقول النهارده كان بيكلمني اخويا المستشار اشرف عبد العزيز اللي هو محاميهم. فقال لي ايه اللي مزعلك من امام؟ قلت له انا مش زعلان، بالعكس هو الراجل ما مشيش غصب عني. الراجل شايف مستقبله في النادي ده. مفيش حد بيلعب في مكان، مفيش واحد هتبقى لا مؤاخذه مرة على ذمته غصب عنها، مفيش كلام ده غصب عنه. تمام؟ هو بس يتقي ربنا يبطل مشاكل ويبطل ياخد مراته في كل حته ويبطل البتاع ده والقرف ده. انا ما عنديش معاه مشكله اصلا. ويتقي ربنا. شوف عدد المشاكل اللي عملها من يوم ما انتهى الاهلي وعدد المشاكل لما كان في الزمالك. ولا مشكله هو عندي. ولا مشكله. ولما داس على الكابتن الخلوق وليد سالوه عملت فيه ايه؟ كنت بتوري العين الحمراء يا مستشار انت. الحمراء والخضراء. كل اللي حسب صح. لا ده حقيقي. طيب هو عمل ايه بقى؟ اشمعنى زيزو جدد معايا المره اللي فاتت بالرغم ان كان في شرط جزائي يدفع 15 16 مليون يمشي. عايزين يا ابني نلغي العقد ده. كان لبيب اللي عامله له وكان عامل نفس الشرط لسيف الجزيري ولد مؤدب محترم عيل محترم. تمام؟ الراجل ده كان عامل عقد لاوباما لما يجي اي حد اي لاعب مصري عربي اجنبي يستاذن اوباما امانه طبعا لاعب مؤدب محترم الاول. الولد ده هنديله 40 مليون، لازم هو ياخد 40 مليون وجنيه. عقده كده. احنا كنا في مصيبه. زيزو يا ابني العقد ده بشرط، ما هو شرط جزائي يمشي في اي وقت. قال لي خلاص نجيب والدي عربيتي الخاصه الملاك اللي انت شايفينها دي بالسواق بتاعي، راحت جابته من المنيا المحافظه المحترمه دي. خلاص؟ وزيزو قال كده فعلا. بص ايه؟ امضي يا زيزو. والله ما شاف مكتوب ايه. مضى. انت قدرت ابويا معاه المستشار. هو قال كده فعلا. ثانية يا باشا سيبني اكمل كلامي. عشان جاب جون في الزمالك. لا عشان مضيته برضه. لا راح عامل مضيته فين؟ ده راح عامل كده. مصطفى فتحي. رب. ده مصطفى فتحي. مصطفى فتحي بقول اهو. قصدي مصطفى فتحي عمل كده. قلت له يا ابني انت انا لما قابلته قلت له علينا مش انت كلهم عرفت بيهم كلهم ممتاز. طب انا دلوقتي عندي اي لاعب مشي. اي لاعب انزل صورته وادوس عليها بالجزمه؟ لا طبعا. ايه تعليق حضرتك بقى؟ ده قله ادب وسفاله وبلطجه. قله ادب وسفاله وبلطجه. ما كانش ينفع معاه المستشار زيزو. بس ثانيه واحده. طب انت ما بتلعبوش ليه؟ ده انا اقعد العبه لغايه ما ابص دمه لغايه اخر ثانيه. تمام؟ طب ما انت ريحته. اول ماتش ما لعبش فيه زيزو النهارده الزمالك بيغادر بطوله كان هو. بقول لك ايه؟ زيزو قد شيكابالا 10000 مره. حقيقة. مش انا اللي جايب مصطفى شلبي ودونجا والعيال دي كلها؟
لا زيزو بيهم كلهم. دي حقيقة. النادي الاهلي كل دول حقيقي فعلا كده زي امبارح قلت لكم ايه؟ مؤمن الاهلي ياخده من مين؟ انبي، مش من عندنا، كان اعاره. اسمه ايه الواد اللي بقى بيجيب جوان يقعد يعمل كده، اسمه ايه؟ امام عاشور من دنمارك. ايوه صح. مش كده؟ كسبت فيه 3 مليون دولار. كهربا، غرامه كهربا ده احنا لسه، ده احنا يوم الخميس فيه فضايح. كهربا خلاص هم واخدين من البرتغال. انما انت عمال يدوك على قفاك وطلعت مع لميس بتقول له هو زيزو، لميس زيزو وين؟ قال لي لا في الاهلي هشعر عليه ياخده يخرب بيتك. وعلى بياض. يا ريس الفلوس دي راحت فين؟ بتقعد يا امام لا نفسي يا ابني اقعد يا ابني، اللي انت عايزه اوديهولك. لا واخد بالك يا صايع يا بتاع الاهرام للاعلان يا صايع، ها يا اللي ممدوح عباس وابنه كاسرين عينك. ورينا كده اللي كل يوم تشتم عن ممدوح بيه، هو رئيس مجلس الاداره مش عارف يحاسبك، ده انت نازل شتيمه في كل الناس كل يوم. المهم لا اصل انا عايز احترف، قلت له ايه؟ بقول لك يا لا انا عندي معلومات انك هتروح فين؟ لا. قال لك مصحف الشريف ورحمه امي اللي ما ماتتش دي انا مش رايح الاهلي. عايز احترف. انا قلت له انت هتروح. لا مؤاخذه انا ما ببصي بكابورت حد. انت كسبت فيها مع الشهر برضه. ثانيه بيه انا جايبه 12 مليون، ما بكسب ما ببص ايه البكابورت، كل واحد ليه بكابورت كده واخد بالك؟ لا والنبي عشان ابص البكابورت بتاعك واقعد انا بكابورت طبعا دي كده عن حاجه يعني. تمام خلاص مع السلامه، هات 90 مليون واتكل على الله. صح؟ صح كده. طيب 30. التاني مين؟ يعني فكره ان انت تجدد لزيزو ب 100 مليون ولا ده جنون، حاجه مش منطقيه. وفكره ان زيزو ما جددش في الزمالك ده شيء جيد، مش شيء مش جيد. يعني شيء جيد ان انت ما تجددش لزيزو بالمبلغ اللي ابوه عايزه، ده شيء من الجنون زي ما قلت لكم. لكن هنا السؤال، ايه اللي يخلي النادي الاهلي يجيب زيزو؟ هل لامكانياته الجباره اللي ممكن تصنع الفارق مع النادي الاهلي، وان هيكون نجم النجوم في النادي الاهلي، وهيلعب على اشرف بن شرقي وعلى محمد طاهر وعلى تريزيجيه نجم المنتخب؟ ايه اللي يخلي جمهور الاهلي سعيد وفرحان؟ ما هو زيزو ده لعيب مش دولي، ده زيزو اما راح عشان يستلم احسن لاعب في افريقيا، اما راح هو كابتن حسين لبيب كان كل السوشيال ميديا الاهلاويه بتتريق على وجوده، ما كان بينافس على حسين الشحات. ايه اللي يخلي زيزو اللي قال مع عمرو اديب انا عمري ما اروح النادي الاهلي، انا في الزمالك خدت النجوميه والشهره ورحت المنتخب والفلوس وكل حاجه، ايه اللي يخلي زيزو يغير رايه؟ انفخوا معايا الراجل ده جاله الشياط النهارده، جاله حرقان في المزلقان. عشان ما تعيطش قول انا بليله 10 مرات وهنخليك تتصور مع زيزو، ما تعيطش.